والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. معلومة مهمة جدا يا جماعة للناس اللي حابة تفرخ في فصل الصيف. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الفصل للحمام وأفضل حاجة للحمام في فصل الصيف وإنك تريحه وغيره. بس في ناس حابة تفرخ في الصيف، فطبعا الفرخ في الصيف له شروط وإن شاء الله هنتكلم عنها في فيديوهات جاية. بس هل ممكن افرخ في فصل الصيف بدون جدري وبدون اجهاد للحمام الشغال، والحمام الشغال ما يتعبش وما يحصلش عنده موت مفاجئ، وافرخ زغلول صحي زيه زي الشتاء؟ طبعا كل حضراتكم عارفين ان الشتاء برضه له عيوب، فرخ الشتاء له عيوب وفرخ الصيف له عيوب اكتر. بس اللي عنده درايه وعلم ومكان يساعده واهتمام طبعا وخبره يفرخ في الصيف زي الشتاء. بس يعني العقبه اللي هتقابله في فصل الصيف ان انت ممكن تفرخ في الصيف والحمام يفاجئك ان هو يريح في دخول الموسم. دي طبعا بترجع لك، وزائد برضه الناس اللي عندها احترافيه بتعرف امتى الحمام ينتج معاها زي ما هي عايزه. ويعني معلومه برضه مهمه، الناس اللي بتاخد من الحمام بيض وتهلك الحمام بيض وترحل تحت حمام اخر، غير الناس اللي بتخلي جوز الحمام يبيض وينام على بيضه ويطلع ويأكل عياله. طبعا دي بتبقى اميز وافضل، لان انت كده كده بتريح الحمام. تأكيل الحمام لزغاليله افضل بكتير صحيا من ان انت تاخد منه بيض كتير 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 بتهلك الحمام خاصة الانثى. يعني فترة التأكيل دي طبعا رياحة يعني للهرمونات وجسمها وصحتها أكتر من التأكيل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت مش معنى بقى كده إن أنت ما تأمل في الطير، لا، بمعنى إن أنت تحط الحمام بقى مكملاتها، كلفتها كويسة، تحديقها وغيره. دي الحاجة المهمة يا جماعة أثناء الصيف في تأكيل الحمام، لازم تستخدم مع الحمام مكملات زي الزيوت والخمار اللي اتكلمنا عنها، زي نوع فيتامين كويس، زي أملاح معدنية، زي أفضلهم وأهمهم وهو السكرولايت أو أي معوض سكريات للطير في فصل الصيف عكس الشتاء عشان الاحتباس الحراري والإيجاد الحراري وغيره. ممكن تستخدم محلول بعد الجفاف، ممكن تستخدم فيتامينات، ممكن تستخدم فيتامين سي، ممكن تستخدم بعض الاعشاب برضو اللي هنتكلم عنها. احنا مش عايزين بس نلبخ الناس، احنا بندي الناس معلومات، نقاط مهمة يلعبوا عليها ويفتشوا عنها. وان شاء الله احنا هنعمل فيديوهات توضيحية للكلام ده، والفرخ في الصيف والفصل برضو في الصيف بيبقى ازاي ان شاء الله في فيديوهات جاية. على فكرة القص ده احنا كنا عرضناه على القناة اول شغل ليه ان شاء الله، ولاده اول شغل هم يا جماعة. دول قص مفتل ما شاء الله، حاول نبقى نصورهم برضه لحضراتكم لما يكمل ان شاء الله. ايه بقى اللي خلى الحمام ينتج كده في الصيف؟ مش شايف لا جدر ولا كلام من ده. المكان الصحي، التهوية الجيدة، النظافة المستمرة، الكلفة الإضافية اللي اتكلمنا عنها. لازم يكون عندك كلفة أساسية وكلفة إضافية عبارة عن بذور طبيعية. دي حاجات مهمة. الفرد الحمام إيه اللي ممكن يخليه تطلع فجأة تلاقيه مات في الصيف؟ هو حاجة اسمها احتباس حراري أو سموم. يبقى أنا لازم أشتغل مع الحمام بمضاد سموم خاصة في فصل الصيف. يبقى أنا لازم أأكل الحمام، ما سيبش الحمام اللي كلفة قدام الحمام فصل الصيف عمال على بطال. غلط. الحمام اللي بياكل مثلا طقه او طقتين، الحمام اللي ما بياكلش طقه واحده. اقلل البروتين او يعني زي العدس زي الفول في الصيف، ازود البذور. حاجات مهمه جدا ان شاء الله هنتكلم عنها. حبينا بس نذكر حضراتكم بالمعلومات اللي انا دايما باكد عليها، هي الاساسيات يا جماعه. الاساسيات نخلي بالنا منها. ويعني عايز بس الفت برضو نظر حضراتكم لحاجه، التحصين النيوكاسل الفيروسي ما بيحترمش حد. الفيروسي ما بيحترمش فرد حمام لو ثمنه مليون جنيه. لازم تحصن، مش في الطور وبس، لو انت بتربي اغنام، بتربي ماشيه، بتربي اي حيوان، لازم التحصينات النهارده في كل حاجه. الحمام اهم التحصينات النهارده هو النيوكاسل. يعني ممكن تحصين السالمونيلا ممكن تحصن، ممكن ما تحصنش.
اهم حاجه يا جماعه التحصين الفيروسي. وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على كل النقاط في فيديوهات جايه ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع. قص مفتل يا جماعه، اول عيش ليه بمشيئه الله. وهنعرض برضو لحضراتكم الزغير ان شاء الله لما تكبر بامر الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين. انتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، ولو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.